الغباء يعني، انه احنا اتحرمنا بسبب حوار الحرمان الاسماعيلي من لعيبته، اتحرمنا من انجاز تاريخي انه 3 سنين ورا بعض 3 انديه مختلفه من مصر تحقق البطوله دي. لا دي الماتش صعبة ده على فكره عليا. من الايام الصعبه في حياتي انا شخصيا. انا مش رغم انا مش اشمعنى مع انك مشجع، والله زملكاوي؟ العظيم انا يومها كنت في القاهره، كنت ساعتها في ايام الكليه، كنت قاعد في القهوه، فضلت قاعد كده بص للارض نص ساعه بس، كنت زعلان زعل رهيب. خلي بالك حتى لو من ضمن الغباء، يعني احنا مش بنتكلم عن الكره المصريه، من ضمن الغباء يعني انه احنا اتحرمنا بسبب حوار الحرمان الاسماعيلي من لعيبته، اتحرمنا من انجاز تاريخي انه 3 سنين ورا بعض 3 انديه مختلفه من مصر تحقق البطوله دي. لا يعني بص، في كده ايه بوصله معينه وبتخلي دايما الدنيا بدل ما تبقى الدوري عندك يعني في انديه كتيره وبتاع وتبقى دوري فعلا بقى المنافسه فيه شديده وبتاع، انت للاسف بتموتها بشكل. اسماعيلي مظلوم عطا. طبعا. طبعا. انت ما اديتلوش ادوات النجاح، انت جردته من كل حاجه ومكتفه بقصص بقى اللي مش عارف انه ما ينفعش الاستثمار الا بشروط معينه ومش عارف ايه، ويواجه دلوقتي في انديه فلوس كتيره جدا وهو متجرد من القصه دي بشكل كبير جدا. فمصيبه بقى، مصيبه فعلا يعني. مش هو لوحده يعني، بس اسماعيلي طبعا من الانديه المظلومه، خاصه ان هو يعني طبعا مع كامل احترام الانديه الجماهيريه كلها، غير الاهلي والزمالك يعني، بس اسماعيلي حاله تانية. اسماعيلي النادي الوحيد تقريبا اللي كان موجود في الصف الاول مع الاهلي والزمالك كتير، وكان بينافس يعني حتى وهو مش بيخسر دوري كان دايما التالت والتاني كتير قوي يعني. وبينافس وهو كان عنده لعيبه، كان هداف الدوري ولعيبه في المنتخب ولعيبه بتدي انديه وبتاع مش عارف ايه. لا والى جانب ان هو طبعا برضو تاني مع كامل احترام للمصري والاتحاد، وطبعا ممكن انحاز مدينه اسماعيليه يعني، ان المدينه الوحيده اللي عندها هويه تانية غير اهلي وزمالك. فلا حتى بورسعيد في اهلاويه كتير جدا. جدا. اسماعيليه في اهلاويه دلوقتي بدا يظهر، بس دي مهاجرين اكتر، وفي نفس الوقت لا ما زال برضو اغلبيه الاسماعيلي اغلبيه كاسحه يعني.